القرين. اوقات بيكون عندك فضول انك تعرف عن القرين وعايز تعرف هو حلو ولا وحش، مؤذي يعني ولا خير، ولكن فكرت قبل كده القرين نفسه بيفكر فيك ازاي؟ او ممكن مثلا يعمل ايه علشان يوصلك؟ القصة دي البنت حكتها لي وحرفيا سببت لي قلق، لان فكرة انك تبقى عارف ان في كيان بالخطورة دي كلها بيفكر فيك حقيقي فكرة مرعبة. يا مساء الرعب عليكم يا ملوك الليل، عاملين ايه؟ كويسين؟ اظن كده معدين العيب وزيادة، فيديوهين في اسبوع واحد اهو، فروقوا على الكلام ويلا نبدأ. بسم الله. امبارح بالليل وانا قاعد بقلب على رسائلكم على الانستا علشان يعني اشوف اي قصه حلوه كده اعملها لكم، وقفت فجاه عند رساله من الرسايل. بنت اسمها ضحى بعتلي وبتقول لي ازيك يا عبد العزيز، انا بحب اتفرج عليك جدا ومتابعاك بقالي فتره، وكان عندي قصه عايز ابعتها لك، هل ينفع؟ فرديت عليها وقلت لها منوراني والله يا ضحى، ابعت القصه ولو لقيتها حلوه باذن الله هعملها. فقالت لي تمام، وغابت اكتر من حوالي ربع ساعه كده على ما قالت لي تمام هبعتها. فانا وقتها استغربت هي قعدت كل ده ليه قبل ما تبعت حتى حرف واحد من القصه. فبعت لها تاني وقلت لها معلش يا ضحى، عندي استفسار واحد بس، ممكن اعرف انت غبت ليه كده على ما ردتي؟ هل يعني كنت بتعملي حاجه ومشغوله فيها، ولا الغيبه دي ليها علاقه بحاجه في القصه؟ وده لاني كنت شاكك في حاجه كده، وبالفعل لما ردت عليا اكدت لي الشك ده، وقالت لي والله يا عبد العزيز انا قبل ما بتكلم في الموضوع ده لازم احصن نفسي بكل الأذكار اللي أعرفها، لأن أخاف بصراحة أعيش اللي عشه ده مرة تانية. فقلت لها تمام ولا يهمك، وعرفت إن اللي هتحكيه فعلا هيكون خطير. استنيت قيمة حوالي نص ساعة كده وأنا قاعد مراقب الشات وشايف علامة الكتابة شغالة، وبعدها العلامة وقفت وبدأت القصة الطويلة تحمل، وبعد لحظات اتبعتت. فدخلت قلت لها شكرا يا ضحى، انا هقفل بس دلوقتي النت علشان اقراها على رواق كده من غير ما حد يزعجني. فقالت لي تمام ماشي، بس ممكن اطلب منك طلب؟ فقلت لها اتفضلي. قالت لي يا ريت انت كمان تحصن نفسك كويس قوي بالاذكار، لان اللي بالك فيه من سنه قال لي ان اي حد هتحكي له عني هاذيه، فخلي بالك من نفسك، او اقول لك معلش انا همسحها علشان ما تتاذيش. لسه هكتب لها واقول لها انت بتقولي ايه؟ تمسحي ايه بعد ما استنيت ده كله؟ فجاه القصه اتمسحت. قالت لي معلش انا حسيت ان انا باذيك. فانا عموما اصلا لما قصه بتعجبني بعمل لها نسخ وبدخل احطها في دفتر الملاحظات واقراها مع نفسي، علشان زي ما قلت لكم بطفي النت علشان محدش يزعجني. وبالفعل وقتها كنت عملت مع القصه دي كده. فقلت لها ضحى القصة معايا فعلا وانا كده كده هقرأها، انت لو انا قرأتها وعجبتني فعلا عندك مشكلة ان انا انزلها؟ فقالت لي لا والله انا كان كل خوفي عليك انت، انما لو مصر خلاص خلي بالك من نفسك. قلت لها تمام ماشي وشكرا وسلام. وبالفعل عملت كوباية قهوة وقعدت في صالة البيت وانا حاطط رجلي الاتنين كده على الكرسي وماسك التليفون وبقرأ القصة. كانت اول حاجة بتسلم عليا تاني، وبعدها قالت أنا اسمي ضحى وعمري 23 سنة، وبدأت أحداث قصتي من 3 سنين في بداية العشرينات كده. يعني في الوقت ده كنت بدأت أكبر أنا وأصحابي ومبقيناش زي الأول، يعني لا بقينا مثلا بنفرح بمعاكسة ولا إن شباب عايزة تكلمنا ولا غيره، بعيدا أصلا عن إننا كده كده ما كناش بنوافق على الكلام ده، بس يعني وإحنا لسه طايشين الموضوع ده كان بيعجبنا نوعا ما، خصوصا لإني كنت جميلة والكل بيشهد لي بكده. ولكن مع الوقت خلاص بقى نضجنا وبقينا اصلا بنتضايق لما حد بيعمل كده، وهتعرف انا بقولك الموضوع ده كله ليه كمان شويه. المهم انا كان ليا صاحبه طايشه شويه اسمها نور. البنت دي كانت اي حاجه بتيجي في دماغها بتعملها على طول، يعني ما عندهاش ضبط نفس ولا تحكم. المهم وهي قاعده بالليل وفاتحه واحد من البرامج اللي بيشغل فيديوهات قصيره، ظهر لها فيديو غريب جدا لمجموعه بنات قاعدين قدام مرايه كبيره وعاملين نفسهم دايره كده وحاطين في النص شمعة، وكانوا مشبكين ايديهم في ايادي بعض وعمالين يقولوا كلام غريب ولكنه كان مترجم تحت بالعربي. وفضلوا يكرروا الكلام ده كتير وهم طافيين النور وقاعدين على ضوء الشمعة بس. وبعد فترة فجأة بدأ مرة واحدة نور الشمعة يتحرك جامد وكأن حد هيطفيه، ومرة واحدة المراية وراهم اتكسرت، فقاموا يصوتوا وطلعوا يجروا والفيديو خلص على كده. طبعا نور شافت الفيديو وعلى قد ما خافت على قد ما اشتغل عندها جانب الفضول اللي ما بتعرفش تتحكم فيه، وما جالهاش نوم حرفيا، وقعدت قدام المراية الكبيرة بتاعتها اللي في الأوضة وعملت نفس الطقوس اللي شافتها في الفيديو، وكان قلبها عمال يشيل ويحط وهي عمالة تكرر الكلام ده، ولكنها جربت كتير
وما حصلش اي حاجة. مش تحمد ربنا بقى وتسكت، لا، فتحت تاني الفيديو وبصت عليه علشان تشوف هي ناسية حاجة ولا لا، وبالفعل قرأت ان اقل عدد علشان التجربة دي تنجح 4 أفراد. فعرفت وقتها ليه ما نجحتش. وفي نفس اللحظة بدأت تفكر فينا أنا و2 كمان من صحباتنا. تاني يوم لما صحيت لقيت رسالة من نور بتقول فيها أنا تعبانة قوي يا ضحى وعايزاكي تعدي عليا النهاردة. فبعت لها وقلت لها سلامتك يا حبيبتي مالك؟ قالت لي ابقى عدي عليا بس وانت هتعرفي. فقلت لها تمام عيوني، وعرفت فعلا منها هعدي عليها امتى. ولما جه الوقت قمت ولبست ورحت لها. ولكن لما رحت اتفاجئت بشيماء وإسراء صاحباتنا هم كمان عندها. فقلت لهم هي نور كلمتكم انتوا كمان؟ قالوا لي ايوه. فقلت ربنا يستر، شكل الموضوع كبير. نزلت نور من الدور التاني خطوتين على السلم وسلمت علينا. بصنا لها، البنت شكلها كويسة وزي الفل. فاستغربنا كده وقلنا لها انت كويسة يا بنتي؟ قالت لنا ايوه تمام وزي الفل. فقلنا لها طيب ليه قلت لنا انك تعبانه وقلقتينا عليكي كده؟ قالت ما هي دي الطريقه الوحيده اللي كنت هعرف المكوا بيها، تعالوا بس اطلعوا لي فوق. فبدانا نطلع واحنا مستغربين جدا. طلعنا مع بعض ودخلنا اوضه نور واتفاجئنا بمنظر خلانا كلنا قلقنا. الاوضه كانت ضلمه خالص ومكتوب على الارض كلام غريب، وفي وسط الكلام ده شمعه كبيره مولعه. فقلنا لها ايه ده، في ايه؟ فبدات تورينا الفيديو. طبعا احنا اول مره شفناه فيها اتخضينا كلنا، وكمان اسراء صاحبتنا لان قلبها خفيف قوي اول ما شافت اللي حصل في الاخر وان المرايه اتكسرت في الفيديو قعدت تصرخ. فقلنا لها ايه ده يا بنتي، وبعدين انت جايبانا هنا بقى علشان كده؟ قالت لنا بصراحه ايوه. فاسراء قالت استحاله والله اجرب حاجه زي دي، وانا اصلا غلطانه ان جيت وعبرت واحده زيك. وخدت بعضها ونزلت وقعدت تنادي عليا وعلى شيماء علشان ننزل معاها. ففضلت وقتها انا وشيماء ساكتين شويه وما ردناش، مش علشان جالنا فضول وعايزين نجرب، لا، علشان نور صاحبتنا المفضله ومش عايزين نزعلها. فقلنا لإسراء خلاص يا إسراء روح انتي علشان مش هينفع نسيب نور وهي زعلانه كده. قالت لنا كده تمام اياكش تولعوا، وخدت بعضها ومشيت. فقعدنا مع نور وقلنا لها اهو يا ستي قعدنا معاكي علشان ما تزعليش، فتعالي يلا نعمل الهبل اللي كنت عايزين نعمله ده علشان نخلص، مع اني عارفه والله ان كل ده هبل وتمثيل، بس يلا. فقالت لي خلاص بقى ما عادش ينفع لانهم كاتبين المفروض نكون 4 أفراد والمعفنه اسراء مشيت. فقلت لها خير يا ستي خلاص بقى ما حدش يعرف الخير فين، يمكن مثلا ما حدش يعرف كنا هنتأذي بجد ولا حاجه. فشيماء قالت بقول لكم ايه، ما تيجوا نجرب التجربه دي احنا ال3 ونشوف كده هتنفع ولا لا. فانا برقت لها كده اللي هو يعني احنا ما صدقنا انها فشلت من غير ما نعملها، تقوم انت طالعه بافكارك الجهنميه دي. فنور لما سمعتها بصت لها ورجعت بصت لي، ولما لقيتني عماله بضيع كده نظرات فضولها اشتغل وقالت عندك حق يا شيماء تعالوا يلا نجرب. وانا في بالي عمال اقول يا شيماء يا جزمه ربنا ينتقم منك. نور قامت وقعدت على الارض وقالت لنا يلا، وبالفعل نزلنا وقعدنا معاها على شكل مثلث مش دايره، وقالت لنا الكلمه اللي انا اقولها قولوها ورايا بالظبط. تمام، قلنا لها تمام ماشي. وبالفعل قعدت تقول كلام غريب قوي واحنا نسمعه وعمالين نقول وراها واحنا بنضحك، وهي كانت مغمضه عينيها ومش شايفانا احنا بنعمل ايه. فضلنا نقول وراها ونضحك شويه لحد ما هي لوحدها في الاخر قالت خلاص يا جماعه التجربه فشلت لاننا 3 بس. فقلت لها يا بنت فكك، وقومنا بعض وخدنا بعضنا احنا ال3 ونزلنا من الاوضه. والمهم وقفنا اتكلمنا معاها شويه وبعدين سلمنا عليها وبدانا نمشي. ولكن واحنا لسه عند الباب وماشيين فجأة نسمع صوت حاجة اتكسرت في الدور التاني. فخدنا بعضنا وطلعنا مع نور نشوف في ايه، واتفاجئنا احنا ال3 وقتها ان المراية الكبيرة اتكسرت. فبصينا لبعض واحنا مبرقين كده وعايزين نقول هي التجربة نجحت ولا ايه، وهل كانت حقيقية اصلا؟ نور اللي هي كانت هتموت اصلا وتعمل التجربة فجأة لما لقت كده بدأت تخاف وتقول ايه ده، ايه اللي حصل؟ يعني ايه التجربة حقيقية والجن طلع؟ ما انا قلت لكم قبل كده ما بتحسبهاش، بتعمل النصيبة وبعدين تتفاجئ. فكانت خايفة ومرعوبة لان الأوضة اللي حصل فيها كده هي الأوضة اللي بتنام فيها. فبدأت أطمنها وأقول لها ما تقلقيش يا بنتي، هتلاقي أصلا المراية كده كده كانت هتتكسر بس جت ظروفها في الوقت ده. فنور طبعا ما اقتنعتش، أنا نفسي بقول لها الكلام ده ومش مقتنعة، ودخلت على التليفون وقعدت تقرأ عن التجربة أكتر وإحنا معاها، وقرأت حرفيا كلام مرعب. قرأت إن عدد البنات اللي بيكونوا موجودين وقت التجربة بيكون موجود حواليهم في نفس اللحظة قرنائهم
من الجن. وفي الوقت ده العزيمة اللي بتتقال دي بتفتح البوابة بتاعة العالم الآخر علشان تعدي قرين واحد منها، وهو القرين اللي معجب بقرينته من الإنس. ومادام حصل كسر للمراية، ففي قرين واحدة من الإنس اللي كانوا موجودين في التجربة قرينها أعجب بيها وطلع من العالم بتاعه علشان يكون معاها. فوقتها قلت لها اقفلي الكلام ده بلاش هبل، وخدت بعض انا وشيماء ونزلنا. انا قلت لها كده وقلتها بعصبيه مش عارفه ليه، بس انا حسيت بزهق غريب كده في قلبي وحسيت اني مخنوقه. فنزلنا وشيماء قالت لي ايه يا بنتي مالك اتعصبتي عليها ليه كده؟ فقلت لها مش عارفه بس حاسه اني مش كويسه. فاكر لما قلت لك في الاول ان دلوقتي ما بقتش احب ابدا حد يعاكسني، واني بقيت بتضايق جامد من الموضوع ده؟ واحنا ماشيين شاب عدى من جنبي بعربيه سودا وفضل يعاكسني ويقول كلام، كان عمال يقول لي الحلو متضايق ليه، وبعدها قال شويه كلام ضايقوني قوي. فمن الزهق اللي في قلبي مع الموقف ده كمان وقفت مكاني وفضلت اعيط. فالشاب ده قال لي بس انت هتلبسيني نصيبه، وخد بعضه ومشي. اقسم لك بالله يا عبد العزيز اللي حصل وقتها خلاني برقت من الصدمه وفضلت اصرخ. الشاب كان ماشي قدامنا عادي بالعربيه، وكان قدامه بالظبط عربيه محمله صخر كبير ومواسير حديد ضخمه جدا. وفجاه مره واحده الحبل اللي كان حاجز الحاجات دي اتقطع وطار، وصخره ضخمه من اللي فوق العربيه دي كانت هتقع على الشاب، ولكنه فداها وعدى من جنب العربية. ولكن برضه جنب العربية اتكسر ونزلت صخرة عليه أكبر بكتير. وقتها شفنا منظر الدم اتصدمنا، وبدأت مرة واحدة تنزل ماسورة ضخمة من المواسير دي وتنط في الأرض ناحيتنا. وقتها شيماء بعدت بسرعة، وأنا من الرعب وقفت مكاني ورجلي اتسمرت في الأرض. ففضلت شيماء تندهلي وتقول لي اتحركي يا بنتي هتموتي اتحركي.